تناقض كبير جدا ما بين الذكاء الصناعي وذكاء حضرتك. اعمل انا ايه دلوقتي؟ يا كابتن رؤوف بالراحه بس، انت هتوقع بيني وبين الابلكيشن بتاعي. اشرح لي بس بالراحه، ايه التناقض اللي مضايقك في ايه؟ دلوقتي حضرتك شجعتني ان انا اسيب البيت، وهو بيقول لي ان انا عملت غلط كبير. انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ لا تمشي ورا كلامي ولا تمشي ورا كلامه. صدق قلبك، قلبك هو دليلك، هو ده اللي تمشي وراه. قلبي ايه؟ قلبي. طب اسف يعني، لازمة حضرتك ايه؟ لازمة حضرتك ايه ولازمة الابلكيشن ده ايه؟ يا حبيبي، وانا قلت لك ان انا اينشتاين للعلاقات؟ ولا قلت لك مثلا انا اللي هجيب الدين من ديله؟ بص، انا صحيح دارس ومعايا 2 دكتوراه واجريجاسيون، لكن انا بعتبر نفسي تلميذ في محراب العلم. حتى الابلكيشن ده شوف هو معقد ومركب وحداثي جدا ازاي، انا بعتبره نونو ولسه بيتعلم. في يعني انتوا الاتنين بتتعلموا فيا؟ وهتبقى خدمة كبيرة قوي قدمناها للبشرية يا رؤوف، يوم ما نفك سر اللغز الفظيع الغويط اللي اسمه الزواج ده. المهم قول لي، حاسس بيه؟ متلخبط، مش عارف انا عايز ايه بالظبط. طبيعي، كل شيء في بدايته كده. عايز ترجع البيت؟ لا يمكن، مش عارف بس اللي عارفه متأكد منه ان انا مش ممكن هرجع غير لما حاجات كتيرة قوي تتغير. ولغاية ما ده يحصل اديني قاعد عند امي. ربنا يخلي لك ماما، بس انا عايز احذرك، كتر البعد بيعمل جفاء والعيون بتزغلل وتبدأ تتنقل لأماكن أخرى. لا معلش يا دكتور، انا مش فاهم. يعني زي ما قلت لصاحبك، البحر مليان سمك والقلب صياد. لا خالص، لا انا مش في دماغي خالص، وعمري ما فكرت ان انا يعني اعرف حد غير شريف. يا حبيبي، ما هي ما بتبقاش بالتفكير وبالقرار. على العموم انا حذرتك عشان تاخد بالك. اخد بالي من ايه؟ من ان في البحر سمكة بتزق سمكة. طب على الشط واقف ايه بقى؟ اللي هو صياد بشبكة. احسنت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.